أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بتصفية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الساعات القليلة الماضية لقيادة في صفوفها يدعى العابد أحمد علي زيد القشيبي. ووقعت عملية التصفية في نقطة تفتيش بمنطقة عشاش بصنعاء حيث أقدم مسلحو الحوثي على قتل القشيبي أثناء عمله في نوبة الحراسة. وأوضحت المصادر أن القشيبي هو نجل عميد سابق في الجيش اليمني وينحدر من قبيلة بلاد الروس. وردا على هذه الجريمة دعت قبيلة بلاد الروس أبنائها للاحتشاد والتصعيد لكشف المتورطين في قتل القشيبي ومحاكمتهم. تأتي هذه الحادثة في ظل صراعات داخلية كبيرة تمزق ميليشيا الحوثي، حيث حذر عضو مجلس الحكم في صنعاء القيادي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني سلطان السامعي من تفاقم هذه الصراعات في جلسة لمجلس النواب غير المعترف بها في العاصمة اليمنية صنعاء. قبائل طوق صنعاء تنتفض ضد الحوثيين وتدعو للنفير العام لمواجهة الميليشيات، تطورات خطيرة ومتسارعة. اتسعت دائرة الاعتصامات والاحتجاجات ضد تعسف الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظتي الحديدة وآب، مع تصاعد حدة الصراع القبلي في مناطق سيطرتها وسعي الجماعة لفرض أجندتها الطائفية والاستيلاء على الأراضي. وبحسب مصادر محلية شهدت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية رفضا لفساد الجماعة وتعسفها وجرائمها وللمطالبة بكف يدها عن السكان. بيان عاجل جدا الآن لإدارة الأمن حول ما يحدث في عدن. أوضحت إدارة أمن العاصمة عدن أنها تقدر حالة الغضب الشعبي لأبناء العاصمة، وذلك بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الناتج عن نفاذ الوقود المشغل لمحطات التوليد. وأعلن بيان صادر عن أمن العاصمة عدن مساندته لمطالب المواطنين المشروعة ووقوفه بجانب حرية التعبير والاحتجاج المكفولة وفقا للقانون بالطرق السلمية دون الاعتداء على مصالح المواطنين وممتلكاتهم أو السماح لأي طرف استغلال الغضب الشعبي من أجل القيام بالتخريب والإضرار بالمنشآت العامة أو حتى الخاصة. وأكد البيان وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين المشروعة، محذرا في الوقت نفسه من يقوم بالاعتداء.